في ظاهرة غريبة جدا جدا جدا، يعني ظاهرة ما بتحصلش غير مع جماهير النصر. من 11 يوم بالظبط، يعني 10 11 يوم تقريبا، لو تقعد مع اي حد من جمهور النصر يقول لك جيسوس افضل مدرب في العالم، المدرب اللي هيكسر هيبة الهلال وهياخد الدوري، كريستيانو افضل لاعب في دوري روشن، نواف العجيدي افضل حارس، كل شيء، النصر افضل فريق في السعوديه وافضل فريق في اسيا يعني بص، هتلاقي حاله من الهستيريه الجماعيه كده. يعني حتى تتفرج على الاعلام والميديا تلاقي دايما إيه، خلاص يعني مساله الدوري دي محسومه، هنطلع من الكاس ما احنا هناخد الدوري، خسرنا السوبر احنا هناخد الدوري. يعني مفيش اي حد من جمهور النصر راجع الشريط وافتكر كده ايه اللي بيحصل كل سنه، السيناريو اللي بيحصل كل سنه. لكن الغريب بقى مش في كده بس، الغريب ان السيناريو جاب بسرعه مش طبيعيه. يعني الفيلم اللي احنا بنتفرج عليه كل سنه ده، فيلم السقوط المدوي ده، حصل في 3 جولات، 3 جولات. طب انت عارف انا كنت هعمل فيديو بعد فوز الهلال على الحزم مباشرة، يعني كنت هتكلم عن المباراة وهتكلم عن حاجات بصراحة لازم نحيي فيها انزاجي، هتكلم عن الحاجات دي يعني في اخر الفيديو ده. لكن انا كنت هعمل فيديو منفصل عن فوز الهلال على الحزم. وبعدين حاجة جت قالت لي طب يا مروان ما تستنى كده القادسية وشوف اللي هيحصل. يعني ما احنا دلوقتي شفنا سقوط امام الاهلي وتعادل امام الاتفاق، يعني لو القادسية كمان كمل الليلة هيبقى الفيديو ليه اتجاه تاني خالص وفرحة تانية خالص. يعني مش صدارة بفرق نقطة، لا خلاص صدارة بفرق 4. وكمان يعني هتبقى خلاص يعني في كده زي ما بيقولوا ايه، حالة من السعادة اللي مش طبيعية. فحاجة قالت لي استنى، انا كنت حاسسها ليه؟ ان خلاص السقوط كان بادئ من بداية مباراة الاتفاق. على فكرة الضغط اللي حصل على لعيبة النصر بعد التعادل من جماهير النصر نفسها يقول لك ان خلاص الناس دي وقعت خلاص، الفرقة دي انهارت. وده اللي حصل. مباراة الاهلي كنت تحس ان لعيبة النصر متسربعة مستعجلة، في حاجة مش مظبوطة ومش عارفين يعملوا حاجة. يعني كان شوية في اداء مع ان الاهلي كان مكتسح. وانا عند رايي المباراه دي على الرغم من الاهداف اللي فيها، الا انها اصلا ما فيهاش نديه، الاهلي كان بيلاعب نفسه. بس هنقول ان كان في شويه اداء. نيجي بقى نبص للمباراه الثالثه، المباراه اللي كانت قدام القادسيه، تكتشف ان لا اداء ولا اسلوب في الملعب ولا خطه ولا اي حاجه. احنا طول الماتش انا شايف كريستيانو بيترجى الحكم ياخد منه اي حاجه. يعني حتى اخر لقطه في الماتش دي تحس ان كريستيانو هيموت وياخد اي حاجه. عايز يا جدعان ادوه بلانتي، ادوه اي حاجه، هيموت. الكره اصلا يعني لاعب القادسيه ما لمسوش اساسا، ما لمسوش، ومع ذلك كان عايز حاجه. يعني الراجل بيترجى الحكم، الحقني انقذني ارجوك. لاعب واقع في مصيدة التسلل اغلب اوقات الماتش، ما عندوش الدافع خلاص. فاهم؟ تحس ان الغلطه اللي غلطها نواف العجيدي قفلته، يعني قفلته من الدنيا خلاص. يعني مش عايز حاجه خلاص. وتتفاجئ وتشوف ردة فعل لجمهور النصر، تقول ايه ده؟ يعني في تحول بالشكل ده، في انهيار بالشكل ده، مش يعني تغير في وجهات النظر كده في 10 ايام. في 10 ايام جيسوس بقى العجوز الفاشل. انا كده عارف انه عجوز وفاشل، يعني انا كده عارف انه منتهي من بدري. يعني بالنسبه لي انا كهلالي انا عارف ان هو منتهي من بدري. لكن انا بستغرب اللي كان بيتكلم عليه وبيقول لا ده جيسوس ده عالمي، ده عالمي عشان بيكسب انديه في القاع وفي المتوسط. لكن لما تيجي تلعب قدام الفرق الكبيره انت اكتشفت حقيقه جيسوس. انا مش طالع اشمت ومش طالع اتكلم يعني من باب الشماته، لكن انا بتكلم من يعني ان دي حاله محتاجه تفسير. يعني انا مش فاهم ايه القلبه دي. وكريستيانو لو تشوف دلوقتي كريستيانو بيتهاجم ازاي من السوشيال ميديا النصراويه، وتحس ان كأن في لاعب تاني كانوا بيتكلموا عنه من 10 ايام، مش هو ده خالص. بصراحة نواف بقى قصة تانية. يعني نواف العجيدي يستاهل اي حاجة
تتقال عليه اليومين دول من وجهة نظري انا. لو انا نصراوي لا 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 لا, لا. خلاص يعني انا استنى طردك، يعني استنى طردك من النادي. انت وسط ما الفرقة كلها مضغوطة ومستنية المكسب في الماتش المهم ده، جاي تعمل لي فيها مش عارف مين الحراس مين حارس عنده قلب يعمل اللوب دي بالشكل ده في وقت يعني انت في حاجة للمكسب مش طبيعية. انت عايز تبان روش، انت عايز تبان يعني ان انا الحارس اللي قلبي صخر. بص اللعيبة دي كلها مضغوطة بس انا مش هاممني، انا هدي الولد ده لوب. وسبحان الله هي على فكرة هي مسألة سنتيمتر، يعني سنتيمتر، حاجات سنتي يعني انت بتتكلم في حاجات بسيطة جدا، كانت الكرة هتعدي من فوق فعلا اللاعب لاعب القادسية. لكن حظك بقى، حظك ان لاعب القادسية هو يعني تحسه كأنه ايه، حاسك هتعملها، هو واقف لك لان هو لو اتحرك يمين شمال كانت عدته. يعني هي خلاص، يعني هي مسألة ثواني. فحظك بقى تحسه هو ايه، ضاغط عليك، انت شكلك هتغلط، هو حسك. بصراحة نواف العجيدي يعني غلطة رجعته، مش مثلا بيتبص له ان هو مستقبل الحراسة في النصر او في السعودية، لا ده رجعته بقى لفكرة هو انت اصلا تنفع تبقى حارس ولا لا. يعني خلاص يعني رجعتك ناشئ. يعني الغلطة دي في كلمة رجعتك ناشئ. يعني دلوقتي كل الجماهير، مش جماهير النصر بس، حتى لما تلعب مع المنتخب هتبقى شاكة فيك، يعني شاكة ان انت اصلا حارس تستحق المكانة اللي انت فيها دي. غلطة مش طبيعية. وبصراحة انا وقعت ضحك، مش يعني من ساعتها وانا فعلا اللي هو عمال اتخيل شكله في الملعب وشكل كريستيانو. انا متخيل يا جدعان كريستيانو عمل فيه ايه اول ما دخل اوضه اللبس. انتوا متخيلين كريستيانو ممكن يكون ممكن يكون عمل ايه في نواف العجيدي؟ انا مش يعني انا ممكن ده يبقى مثلا زي وثائقي من نتفليكس كده، احنا عايزين نعرف ايه اللي حصل في اوضه اللبس من كريستيانو بعد الغلطه اللي غلطها نواف العجيدي دي. بصراحه تشوف نظرته بس خلاص انت يومك خلص. انت يعني انا لو مكان نواف اتمنى يعني الارض تشق وتبلعني. انا مش عايز اقف في اوضه اللبس، مش عايز اجي، انا عايز اروح. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل دلوقتي ان الهلال تصدر، واحنا عارفين الهلال لما بيتصدر ما بينزلش، والحمد لله رجعنا لمكاننا الطبيعي، مكاننا المعهود، وما بنتأثرش بضغط اعلامي، ما بنتأثرش باي حاجة. ولكن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، ضروري ما ننساقش ورا فكرة ان الدوري انتهى. 7 نقط هي ممكن تكون بالنسبة للهلال 7 نقط ده احنا ممكن نخسرهم طول الموسم، يعني مش ممكن اصلا ما نخسرهمش. ولكن انت عندك منافسات في اسيا هتشتد في الفترة اللي جاية. انت طبعا متصدر دلوقتي، ولكن لما تبدأ تخش في المراحل اللي بعد كده الموضوع هيختلف. عندك لعيبة ممكن تتصاب، عندك تدعيم انت محتاج تدعم. هتكلم عن الصفقات وكل ده في فيديو تاني، يعني انا شفت الصفقات الجديدة هتكلم عنها من وجهة نظري في فيديو تاني. لكن عندك حاجات كتير جدا على اساسها بيتحدد انت هتفضل متصدر ولا ممكن تنزل وترجع تاني. انا كده كده مش شاكك خالص ان الدوري مع الهلال كده كده خلاص. انا بعد ما شفت الهبوط اخر 3 جولات من النصر، وكمان حتى يعني تاريخهم وكده، انا متاكد ان الدوري خلاص مع الهلال. لكن الامور ما انتهتش، دي وجهه نظري، الامور لسه ما انتهتش. لان احنا ممكن ساعات كجماهير الهلال نطمن او نقول خلاص ما الدوري خلص، وممكن نصحى على ايه، ان مره واحده لا رجعنا للفارق تاني 4 نقط، او حتى كان الفرق 4 نقط، ونلاقي نفسنا مضطرين ان احنا نرجع تاني نحاول نسابق ونلحق ناخد الدوري. طبعا ده يعني لا قدر الله يعني، لكن كده كده احنا بنسبة كبيرة ان شاء الله الدوري هلالي. لكن ضروري ان احنا ما نطمنش قوي، ما يعني من وجهة نظري ما نتغرش قوي، لانه ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل، اصابات لا قدر الله اي شيء. لكن احنا طبعا يعني مهم جدا 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 نفوز في المباراة اللي جاية، لان دي هتبقى زي ايه، يعني حاجة هتريحنا اسابيع بقى، يعني هنرتاح اسابيع من الدوشة والصداع
وتشوف السوشيال ميديا قد ايه بقى السوشيال ميديا النصراويه كانت بتحتفي بعد كل فوز مبالغ فيه امام فرق متوسطه، وتلاقيهم مره واحده طالعين افضل فريق، وهنرتاح من الدوشه دي. فالفوز على النصر في الجوله اللي جايه ان شاء الله هيريحنا من دوشه كتير جدا، هيطمنا نوعا ما، لكن الاهم ان هنرتاح من الدوشه والصداع ده. خلاص هيلتفتوا لمشاكلهم. يعني انت من دلوقتي هتلاقي نظريات المؤامره بقى، وسيبوا النصر يحكموا نصراويه بجد ومش عارف ايه، هتلاقي بقى كلام كده بقى، نظريات مؤامره ان النصر عليه مؤامره كونيه. مؤامره كونيه ايه؟ الدوري من اوله كان متفصل لك، حتى المواجهات اللي انت سقطت فيها دلوقتي وخسرت فيها نقط دي الطبيعي انك ما كنتش تخسر فيها نقط، لان كان الاهلي عنده غيابات وهتلاعب الهلال عنده غيابات، ويعني انت بتلعب فرق عندها غيابات اصلا، لكن انت جوه منك فريق هش، انت جوه منك فريق هش، عشان كده سقطت. نقطة أخيرة كان لازم أتكلم عنها قبل ما أنهي الفيديو، وهي شكر لإنزاجي على المجهود اللي بذله مع الفرقة في كاس العرب. النقطة دي أنا شفت اللاعب سامي الجابر هو الوحيد تقريبا اللي لمح ليها، إنه واضح جدا شغل إنزاجي مع الفرقة في فترة توقف كاس العرب. باين جدا إنه في لعيبة تطورت بدنيا وفنيا، وده اللي باين جدا في مباراتين الحزم وضمك. وكمان حتى مش فكره التطور الفني والبدني بس، تحس ان في جمل، تحس ان في تكتيكات اللعيبه متدربه عليها، شغل مدرب فعلا بجد. فلازم زي ما كنا بنتكلم عن الحاجه السلبيه نتكلم عن الحاجه الايجابيه، وانه فعلا باين جدا جدا شغل انزاجي كمدرب مع لعيبه الهلال. واتمنى ان ده يفضل موجود، وان التطوير ده يفضل موجود، وتطوير في الاساليب، وتطوير في فكره ان انت مش بس عايز تلعب وتكسب بنتيجة حلوة، لا تقدم كرة ممتعة، لان الهلال وجماهير الهلال دايما متعودة على الكرة الممتعة. انا ما بحبش اتفرج على مباراة يعني اللي هي تكون ايه، اكيد الفوز حلو، لكن الاهم من الفوز ان انا اكون مقتنع باداء فريقي. فالمهم ان يكون الاداء بيتطور من ماتش لماتش، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الماتش اللي جاي امام النصر هينتهي بفوز مريح واداء كويس، لان الفرقه دي مضغوطه جدا جدا جدا. فرقه النصر دي هتلعب قدامك وهي مرتبكه وهي مضغوطه، فرقه عارفه كويس انها حتى لو فازت فلسه هتفضل متاخره وهيفضل الصداره مع الهلال، ودي نقطه تقتل اي لاعب قبل بدايه المباراه. يعني انا لو لاعب من النصر وداخل مباراه الهلال وعارف ان حتى لو كسبت انا هفضل متاخر، طبعا يعني دي حاجة بالنسبة لي محبطة جدا جدا. فان شاء الله الهلال يعرف يستغل نقطة الضغط والإحباط اللي عند لعيبة النصر دي، ونكسب بنتيجة مريحة وبأداء ممتاز ان شاء الله يوم 12. اخر حاجة في الفيديو لازم اتكلم عنها، بشكر كل اللي بيدعمني بلايك بكومنت بشير، وطبعا وصولك لحد النقطة دي من الفيديو ده معناه انك حبيبي، بشكرك جدا جدا جدا. ما تنساش بقى لايكك الجميل واشتراكك في القناة. انا مروان احمد، وانت كنت هنا ورا مصنع الكور. سلام.